إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا هو إجلالا وتعظيما، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة في الله، تداول الناس في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية رسالة معبرة وقفت عندها وتأملتها، وأريد أن أعرضها في هذه الخطبة ونقف عندها ونتأملها. أعتقد أنها مرت على الغالب منكم في وسائل التواصل عبر رسائل الواتس أو التويتر. تحكي الرسالة أننا كنا نستورد الملابس من سوريا، وهذه الأيام نبعث لهم فضل ملابسنا. تأملوا محتوى هذه الرسالة وعباراتها، كيف كنا ننتقي أفضل الملابس وأجودها من بلاد الشام، وتدور دائرة الأيام بقضاء الله وقدره، ثم هم يبحثون الآن عن ما يدفئهم من فضل ملابسنا. نعم أيها الأحبة، علينا أن نقف ونتأمل الحال الذي وصلوا إليه. كانوا في نعمة، في أمن، في طمأنينة، ثم تغيرت الأحوال. الدرس الذي نستفيده من هذه الحال هو أن لا تصل حالنا إلى حال تلك البلدان المضطربة. نعم، نعيش في أمن، في رزق، في عيش رغيد، في طمأنينة، في سعادة، وإن كان يوجد قصور، وإن كان يوجد فقراء، وإن كان، لكن الأهم والأعظم هو نعمة الأمن التي نعيش فيها. تأملوا أحوال العراق قبل سنوات وأحوالهم الآن. تأملوا أحوال بلاد الشام. تأملوا قبلهم أحوال لبنان وغيرها من بلاد المسلمين. ما الذي غيرهم لهذه الحالة؟ ما الذي أوصلهم إلى هذا الواقع؟ هل نريد أن نكون كحالهم؟ هل عندنا من يريد أن يصل بنا إلى واقعهم؟ نعم،
من جهالنا ومن شبابنا من لا يدرك حقيقة النعمة التي نحن نعيشها، ويريد أن يجر بلادنا إلى المستنقع الذي وقعوا فيه. أيها الأحبة، من يتأمل الحال التي عليها تلك البلدان يتذكر قول الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لبأس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كفران النعم وعدم شكرها من أسباب زوالها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزول بالنعم. نحن في نعمة وفي أمن لا يعرف قدرها إلا من فقدها، لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من فقدها. لذلك كانت أول دعوة لإبراهيم أن دعا لهذه البلد بالأمن. قدم الأمن على الرزق إبراهيم في دعوته عليه السلام. لماذا؟ بدأ بطلب الأمن قبل الرزق. واجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قال المفسرون إن لذلك لسببين. بدأ بطلب الأمن قبل الرزق لسببين. السبب الأول أن الأمن سبب لوجود الرزق، فبانعدام الأمن لا يتوفر الرزق. السبب الثاني لا حاجة للرزق في انعدام الأمن، يعني لا ينفع الرزق إذا كان الإنسان عنده أموال وعنده منعدم الأمن، ماذا ينفعه هذا الرزق؟ قال صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في جسده يجد قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من بات آمنا في سربه معافا في جسده يجد قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كيف نتخيل واقعنا لو انعدم الأمن؟ ماذا تنفعنا الأموال؟ ماذا ينفعنا النفط؟ ماذا ينفعنا الذهب؟ ماذا تنفعنا العقارات؟ أنا أقول هذا الكلام لأننا نعيش في عالم مضطرب، وخصوصا العالم الإسلامي، وأسباب اضطراباته كثيرة، لكن منها عدم تحقيق شرع الله جل وعلا، وعدم امتثال أوامر الله ومنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأمور. ونحن في هذه البلاد أنعم الله علينا بتطبيق شرع الله وتحكيمه، وإن كان يوجد قصور لدينا في كل المجالات، لكن لا يعدل ذلك أن نعيش في انعدام الأمن، أو لا يعني ذلك أن نعيش في انعدام أمني. القصور لا يعالج بانفلات الأمن، القصور لا يعالج بمخالفة الشريعة، القصور لا يعالج بالخروج على ولاة الأمر، القصور لا يعالج بتفريق جماعة المسلمين، القصور لا يعالج بقتل المسلمين، القصور لا يعالج بالذهاب إلى البلدان وتأييد ما فيها من اضطرابات.
علينا أن نحمي أنفسنا أولا، ونحمي شبابنا ثانيا من الانجرار إلى تلك المواقع والانغرار بما فيها، والتطبيل الإعلامي في وسائل التواصل التي تهدم ولا تبني في كثير من واقعها. من يتابع وسائل التواصل تويتر أو فيسبوك أو الواتس أو غيرها يجد أن شبابنا يجرون جرا إلى هذه المواقع، يجرون جرا إلى الفتن، يجرون جرا إلى التكفير، يجرون جرا إلى الاضطراب، إلى الخروج، إلى تزيين واقع تلك البلدان. ماذا استفادوا أو ماذا استفادت تلك البلدان من هؤلاء الشباب ومن تلك الأحزاب المتضاربة المتقاتلة التي بعضها يكفر بعضا وكل منهم يدعي أنه على منهج السلف، وأنه على عقيدة السلف، وأنه على منهج النبي، وأنه يريد إقامة دولة الخلافة؟ ماذا استفادوا؟ ماذا قدموا لسوريا؟ ماذا قدموا قبلها للعراق؟ إذا كان هذا منهج السلف كما يدعون، فلماذا لم يحقق لهم الأمن ويحقق لهم التمكين؟ كل يدعي أنه على الحق، كل يدعي أن غيره على الباطل، كل يدعي أنه هو الأولى بتطبيق الشريعة. فيا سبحان الله، والواقع يشهد خلاف ذلك. واقعهم يشهد بخلاف ادعاءاتهم. نتأمل ذلك لنأخذ منه العبرة، لنأخذ منه الدروس، لنعيش في أمن ونعمة. نأخذ ذلك لنحذر مما وقع فيه غيرنا. نتأمل في ذلك ونسأل الله أن يمن علينا بالحفظ والأمن والأمان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن على آثاره مقتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة. أيها الأحبة في الله، إن أردنا ألا نقع فيما وقع فيه غيرنا من أخطاء، وألا نجر بلادنا إلى الانفلات الأمني وإلى الوضع المأساوي الذي تعيشه كثير من البلدان الإسلامية، فعلينا أولا بشكر الله جل وعلا على النعم التي نحن فيها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم، نشكر الله جل وعلا، فبالشكر تدوم النعم. نشكر الله جل وعلا ونثني عليه في كل وقت بما نحن فيه، ولا نكفر النعمة. فبعض الناس إن أصابه ضيق أو قل ما في يده كفر بأنعم الله، وبعضهم أيضا ربما يفسق في هذه النعمة ويستغلها فيما حرم الله، فيجاهر الله جل وعلا بكفران النعم. فعلينا أن نشكر الله بهذه النعم وأن نعمل فيها بما يرضي الله جل وعلا. وثانيا، نحقق توحيد الله في بلادنا وفي مجتمعنا، فبتحقيق التوحيد يحصل الأمن، وبتحقيق التوحيد تحصل الطمأنينة للناس. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
بظلم يعني بشرك. الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن وهم مهتدون. فعلينا أن نبتعد عن الشرك وعن محاربة الله جل وعلا بالمعاصي من ربا وزنا ولواط، فإن هذه أيضا من أسباب زوال النعم. والأمر الرابع أيضا علينا أن نلزم جماعة المسلمين، فمن لزم جماعة المسلمين وفق وهدي وسار على الطريق الصحيح، ومن خرج عن الجماعة أو سعى لتفريق جمع المسلمين فلن يجد إلا الويل والهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك أيما تشديد، وحذر منه أيما تحذير، ورسم لنا خارطة طريق نسير عليها مع حكامنا. فكان صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه يأمر بلزوم الجماعة ويحذر من الخروج منها، ويقول سيكون عليكم أمراء ترون منهم وتنكرون. أخبر أن بما سيحدث في هذا الكون، سيكون أمراء ترون منهم وتنكرون. قالوا أن نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ويقول من خلع يدا من طاعة مات ميتة جاهلية، من خلع يدا من طاعة مات ميتة جاهلية، ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. ويقول اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. أمير ولي الأمر يسمع له إلا في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا أمر بمعصية الله فلا طاعة. أما في أمور الدنيا فيجب السمع والطاعة لولاة الأمر. ونحرص كل الحرص على ألا نفرق جمع هذا المجتمع وكيانه ووحدته الوطنية التي قام عليها على شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تزعزعت هذه الوحدة وتفرقت فإن ذلك نذير هلاك. ونسمع بين الحين والآخر وعبر وسائل التواصل دعاة يدعون بكل الطرق لتفريق الجمع، إما أن هذا التجمع يؤدي أو كما يزعم بعضهم إلى التأخر والرجعية أو إلى غير ذلك، وإما أنه مخالف كما يقول بعضهم لشرع الله أو غير ذلك. كلها دعاوى باطلة. أهل الانحلال والفساد يريدون أن ننجر معهم ونترك شرعنا وديننا ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم. وأهل التشدد والغلو والتفريط يريدون أن نخرج عن بيعتنا ونخرج عن الطاعة ونفرق جمع مجتمعنا. كلها دعاوى باطلة، والمنهج الحق هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته وسلف هذه الأمة التي سارت عليه. فمن تمسك به نجا، ومن التزم منهج سلفنا سار على المنهج الصحيح حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة على الحق سائرة بعيدة عن كل الاضطرابات، وأن يصلح أحوال إخواننا في كل مكان. اللهم أصلح أحوال إخواننا في بلاد الشام وفي العراق وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمنهم، اللهم أمنهم، اللهم أمنهم، اللهم انصرهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم قيادة ناصحة تطبق شرع الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد بلادنا وأمنها بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أراد بلادنا وأمنها بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أراد بلادنا وأمنها
بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واكتب الصحة والسلامة والتوفيق لجميع عبادك المؤمنين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين، اللهم وانصر عبادك الموحدين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.